لا 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 لا، انت كده هتخليني اغير وجهة نظري فيك خالص. انت مرعوب كده ليه؟ التقارير اللي عندي بتقول انك اشجع ضابط في الداخلية. يا انسه ميرفت ارجوكي، انا جيت هنا احتراما لرغبه حضرتك. انا تخيلت انك انت محتاجه خدمه اقدر اقدمها لك. انا ما كنتش متصور ان سياده اللواء ما عندوش خبر بمقابلتنا. انا اسف جدا. السلام عليكم. اقعد يا حضرة الضابط. ارجوك يا فندم وطي صوتك، بلاش حضره الضابط دي. انت ايدك متلجة كده ليه؟ اقعد طيب اقعد. يا فندم احنا وجودنا هنا ممكن يتفهم غلط. يتفهم ايه يعني؟ يعني احيانا يعني الناس بتاخد بالظاهر. محدش ممكن يفسر وجودنا مع بعض على ان سيادتك بمثابه اخت عزيزه، وان سياده اللواء ووالد سيادتك يعني هو ابويا الروحي والقائد بتاعي. السلام عليكم. انت هتفضل كل شوية تقولي سلام عليكم، ولا انت جاي عشان تمشي؟ ولا انت فاكرني جاية هنا عشان اتعرف بيك؟ لا يا حضرة الضابط، انا امبارح طول الليل عمالة اتكلم مع بابا عنك. مع الباشا؟ ايوه مع الباشا، وحكالي تاريخ حياتك كله. ده غير طبعا منير بيه، كمل لي قصة حياتك من اول ما اتولدت. اهتمام سيادتك يا فندم شرف ليا يعني. بقى احنا هنقضيها يا فندم وسيادتك. شوف بقى يا حسام بيه، انا عايزه اتعرف على حضرتك، وعارفه ان حضرتك مش مرتبط. عندك مانع ان انت ترتبط بيا يا باشا؟ ابدا مع الباشا. مأمورية تمام؟ تمام سيادتك يا معالي الباشا. هعتبر ان دي موافقه يا باشا. هاي، مساء الخير. مساء النور. كنتي فين لغايه دلوقتي؟ كنت بعمل شعري. كنتي بتعملي شعرك فين؟ عند الكوافير يا ماما. انهي كوافير؟ انا اتصلت بالكوافير بتاعك وقال لي ان انت ما رحتيلوش. ما انا رحت الكوافير جديد في المعادي. يعني رحت لابوك؟ لا لا، ما رحتلوش. داليا، احنا مش اتفقنا مع بعض ان الراجل ده ملناش دعوه بيه نهائي؟ بقول لك ما رحتلوش يا حسام. اسمعي يا داليا، اخوكي خايف عليكي، وبعدين ابوكي ده ما بيجيش من وراه غير المشاكل، وبعدين اخوكي بقى في مركز حساس وانتي على وش جواز، مش عايزين اي مشاكل ولا اي شوشره من فضلك. يا جماعه ما رحتلوش، وبعدين انا مش بروح له الا في المناسبات، ده برضه ابويا يعني. قبل ما يتجوز الست دي انا ما كنتش بدقق معاكي، لكن بعد ما ربط اسم العيله بواحده زي دي انا لا يمكن اقبل انك تروحي له او تشوفيه. بصراحه بقى دي ست سمعتها مش كويسه، ملفها عندي في المكتب. اذا كان هو قبل على نفسه انه يمرمط اسمه في الطين، احنا بقى ما نقبلش كده. ماشي اوكي. ادخل. ايه ده ليه؟ مش هتيجي تنزلي نتعشى مع بعض ولا ايه؟ حاضر يا جدو حالا. الله، ايه الصورة الجميلة دي قوي؟ دي تحفة. مين رسمها لك دي؟ ده رسمها لي رسام كده في المانيا وانا هناك، من بتوع الشوارع. بس خطوطه جميلة قوي. طب رسمك في قد ايه؟ يعني يمكن ساعة او اكتر. معقولة؟ بقى عشان تطلع كده ده مش اقل من شهر. اصل الالمان دول عباقرة. طب قولي رسمها لك بقى بكام؟ كلام فاضي، ما خدش فلوس كتير. طب اذا كان كده بقى لما تروحي المانيا هاتي لي من عنده شغل احطه عندي في الجاليريه، اصل ريشته حلوه قوي قوي قوي. حاضر يا جدو حاضر. يلا بقى ننزل بقى نتعشى، ها؟ يلا.